القليلة إن لم نكن القناة الوحيدة اللي حاولنا أننا نفهمكم مزيان أشنو جرى وطرى. لهذا راه كنقول لكم أحيانا فعلا العاطفة ليست عيبا. المغاربة احنا كاملين كتحركنا العاطفة والوجدان في موضوع الصحراء. أحيانا العقل ديالنا كيوقف وهذا أمر عادي جدا، ولكن شخصيا كنبغي ندير المسافة بيني وبين الخبر أو مسافة بين عاطفتي والخبر. كنحاول نقلب من جوانب مختلفة. لهذا ملي تلاح خبر ديال أن ديمستورا قدم إلى الأمم المتحدة مقترح التقسيم، قلبت أنا ذاك وجبت لكم قلت لكم رويترز راه ما شرحاتش لينا الوضع مزيان. رويترز الوكالة اللي تسرب لها الخبر ما نقلتش لنا الخبر بأن ديمستورا راه ما قدمش مقترح التقسيم كمقترح على طاولة الأمم المتحدة بحال الحكم الذاتي. قلت لكم فقط جس النبض، راه غير جس النبض ديال الأطراف. وملي جا قدم الإحاطة ديالو اللي هي ماشي تقرير، إحاطة. ما معنى الإحاطة؟ هي يعني فقط بحال قلتي إخبار، غير إخبار. قال لهم ودي راني جلست مع الأطراف ولحت لهم هذه القضية ديال التقسيم ورفضوها. بمعنى راه ما قالش لهم راه من المقترحات لحل المشكل التقسيم. قلتها لكم قبل هذه. وفعلا وما يدل على ذلك هو أن وزارة الخارجية المغربية لم تعلق نهائيا على هذا الكلام وهذه الضجة اللي دارتها الكلام ديال التقسيم. خرج لنا البارح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق وأكد الكلام الذي قلته لكم بالضبط. قال لهم سولتوا الصحافة قالوا لي هل من تعليق حول اقتراح التقسيم؟ قال لهم لا يمكن أن نسميه مقترح، لا يرقى أن يكون مقترح. هذا الشيء قالوها البارح. أنا راه قلت لكم هذه واحد 4 أيام أو 5 أيام قلتها لكم، وبالتالي قلت لكم أستغرب حتى إلى غضب الشارع المغربي لأنه لم يكن نهائيا مقترحا رسميا موجود في الوثائق وفي التقرير وكذا. كانت فقط إخبار، إحاطة بسيطة جدا. نطويو هذا الملف وندخلوا لكم مع الملف ديال شوف غادي نبداو لكم من هنا. قال لك وزير الخارجية التونسي صرح للإعلام الجزائري، قال لهم استفدت من توجيهات الرئيس تبون. راه ملي كنقول لكم تونس اليوم أصبحت ولاية جزائرية والله راه ما عمرنا ما كذبنا. من يعطي التوجيهات للوزراء هو رئيس الدولة. أنا مثلا هذا وزير خارجية تونس شكون اللي خصو يعطيه التوجيهات؟ رئيس الدولة ديالو أو رئيس الحكومة ديال الدولة ديالو اللي هي تونس. ولكن اليوم اللي كنشوفوا عبد المجيد كدبون يقدم توجيهات إلى وزير خارجية تونسي، كيعني الأمر بأن تبون اليوم أصبح يتحكم في تونس، أصبح يتحكم في وزراء تونس، أصبح يقدم لهم التوجيهات. المهم هذا الوزير ديال الخارجية ديال تونس التقى مؤخرا مع عبد المجيد كدبون. من القرارات اللي خرجوا بها هو أن المواطنين ديال الجزائر وديال تونس غادي يبداو يتنقلوا بين الدولتين بلا كارت ناسيونال، ماشي بجواز السفر. خطوة بيني وبينكم الإخوان، وكنقول لكم دائما خصنا نكونوا حقانيين شوية في الكلام ديالنا، خطوة ممتازة. مع أنني شفت بعض الإخوان ما عجبهمش، لا هذا هو الحلم الذي نريد أننا نولوا بحال أوروبا أو بحال بعض الدول ديال الخليج. مثلا اعتقد الخليج هي اللي ما كيتنقلوش بجوازات السفر مع بعضياتهم، فقط لا كارت ناسيونال كافيه. وهذا هو حلم التجميع وحلم الاتحاد اللي بغيناه يكون، ولكن تتحيد لنا هذه الزمره الحاكمه وهذه العصابه الحاكمه في الجزائر. خطوه زوينه ديال ان لي كارت ناسيونال، مواطن تونسي يجي يدخل الجزائر بلا كارت ناسيونال والجزائري يدخل بتونس بلا كارت ناسيونال. ولكن هناك امور خطيره جدا كذلك في هذه الاجتماع لم يعلن عليها، ولكن سنقراها في بلاغ صادر عن المعارضه التونسيه بالخارج اللي كتقول لك باننا حنا ضد هذه الاتفاقيه بين تونس والجزائر التي بموجبها ستصبح تونس رسميا ولاية جزائرية. قال لك من الاتفاق اللي غادي يكون 51 بند، من هاد البنود
قاعدة عسكرية جزائرية في تونس، كذلك دوريات حدودية مشتركة برا وبحرا مع الجيش التونسي تحت إشراف الجزائر. كيقول لك كذلك الجزائر ستتعهد بسداد الميزانية التكميلية لتونس وتغطية عجز الميزانية. كذلك حكم ذاتي غادي يولي لتونس في السياسة الداخلية لتونس. السياسة الخارجية ديال تونس غتولي تحت إشراف الجزائر، بمعنى وزير الخارجية غادي يولي يشد كما قال توجيهات غادي يولي يشدهم من عبد المجيد كدبون. توحيد العملة بين الجزائر وتونس، توحيد مجلة الصرف للبنك المركزي التونسي والجزائري. بمعنى آخر الغريق العملة الجزائرية غادي تغرق معها الدينار التونسي. وزيد 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 وزيد، وكيقولوا بلغة التحذير في هذا الصدد نحذر الدولة الجزائرية من مغبة إبرام هذه اتفاقية مع رئيس غير شرعي لتونس قيس سعيد باعتباره لا شرعية شعبية ولا دولية له، وهو ملاحق دوليا وشعبيا بقضايا. المهم القضية تونس رسميا غتولي ولاية جزائرية. وننتقل معكم إخواننا الكرام إلى غباء مخابرات قصر عبلة المرادية وكذلك هشام عبود. ولكن نبدأ لكم بهذا المقال. قال لك المخزن يستعين بممتهني حرف الجبس والتزيين المنزلي للتجسس في الجزائر. الله أكبر. دابا حريفي مسكين ديال القبصة شنو هي نوع المعلومات الذي سيمدها للمغرب من الجزائر؟ ما نوع هذه المعلومات؟ خدام ديال القبص الشاب خالد، ما نوع المعلومات الحساسة اللي في راس الشاب خالد وغادي نقلها لنا إلى المغرب باش تعرفوا بأننا كنلعبوا مع الهوات، كنلعبوا مع البراش، مع دولة غبية بإعلامها بحكامها وكذلك بمخابراتها. هذه المخابرات الجزائرية اللي حاولت هذه واحدة الأربع أيام اختطاف هشام عبود. المهم الحمد لله على سلامته، راه تم يعني لقوه البارح، وب يعني الدرك الإسباني المخابرات الإسبانية وتعاون مع مخابرات أجنبية. حاولت نقلب بوسائلي الخاصة واش هذه المخابرات من دولة مجاورة هو المغرب. قلبت الإخوان لقيت بأن المخابرات الفرنسية هي اللي عاونات المخابرات الإسبانية في هذا الملف حسب ما توصلت إليه لحدود اللحظة. ولكن كيفاش حتى لقاو هشام عبود وكيفاش لقاو المختطفين؟ بطريقة غبية جدا. المبتدئون في علم الجريمة ما كيديروش هذه الأخطاء. عبر الهاتف، التليفون، المكالمات. السيد هشام عبود كان هز مع الهواتف ديالو اللي فيها الارقام ديالو، فيها القناه ديالو، فيها المسائل ديالو، ومسخط الوالدين. دابا شوف الناس اللي كيعرفوا شي شويه في الجريمه، راه اليوم اصبح الهاتف النمره ديال التليفون تلقى بها المجرم. بمعنى اخر يا ربي السلامه، انت كنتي دايز في واحد الطريق مطرفه، هز معك التليفون ديالك مكونيكتي مع الريزو، تلقاو لك شي شفاره ما كتعرفهمش، مولا التامين، ما شافكم حد، ما صورتكم كاميرا، ما حتى شي حاجه، قريسوك، خداو ديك البركه اللي عندك وسلتو هربوا. راه من اسهل الامور اليوم هو القاء القبض على هاد المجرمين. غتقول لي واه كي دايرين؟ راه مغبيين الوجه ديالهم، ما كاينه كاميرا، ما خلاو لا طراس، ما خلاو شعره، ما خلاو بصمات، ما خلاو والو. كيفاش لقاوه؟ بالتليفون. غادي يجبدوا النيميرو تاع التليفون ديالك، الاجهزه المكلفه، ماش داروا لك الكريساج مع 10 ديال الليل، 10 تاع الليل التليفون ديالك. شنو هما التليفونات اللي كانوا قرابين ليه؟ كان واحد النمره 06 كذا كذا، 07 كذا كذا، باقيين خدامين فين كاينين الان؟ راهما كاينين في المنطقه اكس. ايوا راه هذوك هما المجرمين. بهذه الطريقه تم القاء القبض على المجرمين. واحد المنظمه اللي هي منظمه ارهابيه او عصابات مافيوزيه دار معاهم واحد الكونفونسيون المخابرات الجزائريه باش يشدوا هشام عبود ويعاودوا يرحلوه الى الجزائر. بسرعه البرق تم القاء القبض عليه. عرفتي باش تعرف بان مخابرات بابا ما عندها والو، ما عارفه حتى شي حاجه. اليوم اسبانيا
اخبار وتقارير اعلاميه اسبانيه كتقول غضب كبير جدا من الحكومه الاسبانيه على هذا التصرف ديال المخابرات الجزائريه، لانه في الاصل راه ملي كيكون واحد التعاون امني وبيني وبين شي دوله كنقول لها سلمي لي داك المجرم كتسلموا ليا. اليوم اسبانيا لا تعتبر هشام عبود مجرما، لا، وبالتالي شنو كان على الجزائر ديرها؟ غتمشي تلقى عليه القبض وتجيبوا بطريقه الحرق تحرقوا من اسبانيا. هذه هي المحاوله التي كانت تريد الجزائر ان تفعلها، ولكنها غبيه الله يحسن العوان. اللي كتعتبر الشاب خالد مخبر وعمال الجبس مخبرين راه 10 في عقل. هذاك الشيء تاع الله يحسن العوان. خذنا وصلنا معكم لنهايه الحلقه اللي كنتمنى تكون عجبتكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى